احنا امتى ربنا هيكرمنا كده ويوقعنا في مدرب في وقت زي المباراه اللي احنا عايشين فيها النهارده ديت، يقوم ساحب مدافع ولاعب باتنين راس حربه وزانق الفريق اللي قدامه. احنا المفروض رايحين نلعب في ملعب احنا يعني بنشيل الهم فيه. وبعدين انت بتبص الكابتن علاء عبد العال موجود ده يا حبيبي، لا جاب ولا جون ولا عايز يخش في مرمى ولا جون. فانت مفروض حاطط اكتر من سيناريو قدامك وهتقابل كل الظروف اللي تتخيلها. فانت مفروض تنبه على لعيبتك تستغل انصاف الفرص اللي هتجيلها في المباراه. احنا الشوط الاول كان احسن لاعب فيه جراديشار، خلق فرص كتير جدا، كانت تحركاته حلوه جدا، وده كان فوق المتوقع كمان ان هو يبتدي. فواحده راحت لزيزو من جراديشار دي مفروض جون، وهتسهل لك حاجات كتير وكلام بعده احنا كلنا عارفينه. ما حصلش. واحده راحت لتريزيجيه ما كانش فيها توفيق وخبطت في العارضه. يعني الشوط الاول مجمله كنا حلوين وضاغطين، والضغط اللي احنا كنا بنعمله كان حتما هتسجل بعده جول. احنا لما رحنا بقى الشوط الثاني عم ريبيرو كره اللعب بتاع رضا عبعال، فما بقاش عارف بيعمل ايه. نعم، نزل طاهر محمد طاهر في رايي كان في بعض الكور، انا شفته في كوره كان رايح زيزو قدامه وبيجري على الخط وهتبقى فرصه خطيره جدا، ما كانش قادر يدوس على الكوره وبصاها بطريقه غريبه جدا، اتقطعت مننا بقت هجمه علينا. الحاجه الثانيه، انت سحبت جراديشار وقمت منزل محمد شريف في وقت انت كنت المفروض تزنق الكابتن رضا عبعال اكتر من كده وتلعب باتنين راس حربه. انت الاجناب بتاعتك خلاص ما عادش بتشتغل، ما فيش اوفرات زي الناس. احنا عايشين في قصه كريم بيلعب في الشمال، خلاص هنزهق نقوم مطلعين عمر عبد واحد ومودين كريم تاني هناك ونقوم منزلين احمد نبيل كوكا. عايشين في قصه احنا بعد الصرف اللي احنا صرفناه ده كله مش عارفين نجيب جوز باكات حلوين. فاحنا عايشين بقى خلاص جوه في الملعب دلوقتي، يعني كلنا ايدينا وضوافرنا وزهقانين وقرفانين. فخلاص يا عم ريبيرو ما تبقاش انت وكابتن رضا عبد العال في الملعب يعني. الحاجه الثانيه بقى، اللعيبه بتاعتنا مفروض اللي نازله في الملعب، يعني انت نازل بتمسك في الفرصه اللي هتجيلك وعايش الجيم والريتم بتاعنا عالي جدا، ما تنزلش تهبطه لان احنا بص مش قادرين يعني في كل فرصه احنا بنبذل مجهود زيك بالظبط بره. العب يا حبيبي، يا رب اكرمنا، يا رب استرها معانا، يا رب وفقنا، بندعي هنعمل لكم اكتر من كده ايه. فبقينا عايشين في المباراه بجحيم بقى. احنا بقينا خلاص بقينا نتعادل مع مودرن سبورت 2-2، ومودرن سبورت سبحان الله ربنا يكرمه بجون اهو قدام بيراميدز. فيعني ايه الهم اللي احنا فيه ده يعني؟ مش عارفين نستغل فرق النقط اللي بتضيع مننا ديت وتركب الفرق وتعلمها الادب وبص في الفرقه اللي هتيجي تلعبك رجلها تخبط في بعض. لا بالعكس بقى، احنا بص هنروح مباراه بيراميدز الجايه استرها يا رب وعدها على خير يا رب وكرمنا يا رب، ويعني الله يرحمك يا عم كولر وكانت ايامك احلى من كده. ومش عارف انا والله كابتن عماد النحاس السنه اللي فاتت رازع 6 مباريات بعدد اقل من اللعيبه اللي موجوده النهارده واداؤه شكله حلو. لكن احنا النهارده بكل اللعيبه دي النهارده الفرص بتاعتنا كانت قليله في الشوط الثاني. المهارات الفرديه بدأنا نعتمد عليها بشكل كبير جدا، وفي رعونه من بعض اللعيبه في انهاء الهجمات. احمد رضا لما نزل والله كان شكله حلو واداؤه حلو وكان جميل الشوط الثاني، وده برضه عكس المتوقع. يعني كنا مستني حسين الشحات ينزل معاه طاهر محمد طاهر وينجات شغاله بص لماته بترفع هنجيب جول. انت قاعد بتقول هنجيب جول ان شاء الله ربنا هيكرمنا، لكن ده ما حصلش بسبب زي ما بنقول اللعيبه تحب الفريق اكتر ما تحب نفسها اكتر من كده. اللعيبه يعني بتلعب برجوله اكتر من كده. اللياقه البدنيه المفروض تكون اعلى من كده. انا حاسس ان لعيبه غزل المحله كانت لياقتها اعلى مننا، خاصه زي ما انت شفت حسين نزل وطاهر ما فيش. العيال الثانيه فايقه عنهم، بياخدوا الكره عنهم وبعدين كانوا بيبصوا في اخر الدقائق كده الكره ما بينهم وبين بعض. فيعني زي ما نقول فقدنا نقطتين وفقدنا قبلهم نقطتين، يعني بتتكلم في حوالي 4 نقاط من 9 نقاط وفي بدايه الموسم. ده حاجه كارثيه بالنسبه لنا. نأمل عم ريبيرو ربنا ينصفك كده، تقعد مع اللعيبه، مين يقعد معاك الوضع يتحسن. غير كده دخلنا مباراه بيراميدز لا قدر الله ما كانتش حلوه، بدري كده نلحق الدوري وما نعيش بقى في الامطار الاخيره كل حاجه اللي احنا بنعيشها. احنا خلاص ما عندناش مستحملين التعب ده كله. فمبدئيا انت عارف احتياجاتك اهو من دلوقتي واحنا داخلين الشتاء ان شاء الله. عايز جزء يعني باكات بيرفعوا الكوره احسن من كده. احنا عايشين والله في هم كبير، يعني رفعات يعني بنقول بنلصمها ونقول الحمد لله راضيين، الحمد لله راضيين. بس عايزين افضل من كده ان شاء الله، عايزين افضل من كده ان شاء الله. ولو في مهاجم باسرع وقت قناص بيخلص محتاجين. ف يا رب كرمنا، يا رب عدها على خير، يا رب